رسميا تغيرات في اسعار الدولار الى 50 جنيه. ايه اتقل؟ كمل معايا الفيديو هقول لك. غلاء ونار في الاسواق، هل تعويم الجنيه هيوصلنا لحد فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. العنوان مش فيك، كمل واشرح لك وانت قول لي رايك في اخر الفيديو. العنوان ده فيك ولا مصطنع ولا هو فعلا حقيقي؟ تخيل معايا كده ان حضرتك نازل تشتري حاجات اساسيه زي لبن ودواء شويه خضار، تلاقي الاسعار نطت فجاه فوق دماغ حضرتك فجاه. طب ليه؟ كل ده بيرجع لحاجه واحده اسمها الدولار. يا جماعه، الدولار في مصر دلوقتي عدى ال 50 جنيه. كمل الفيديو هتعرف انا قلت لك ليه عدى ال 50 جنيه. انا مش هقول لك الدنيا ماشيه ازاي، احرق لك الفيديو في اول 3 ثواني. الرقم ده مش هزار، احنا داخلين على مرحله جديده تماما في الاقتصاد المصري، وكلنا هنحس بيها في جيبنا وحياتنا اليوميه. تعالوا بقى نفهم مع بعض ليه الدولار طلع لحد كده ووصل وعدى ال 50 جنيه، وايه اللي بيحصل في السوق، وايه اللي ممكن يبقى اصعب في الايام اللي جايه. لو اول مره بتشوفني مش هوصيك انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك بقى الحلوه وحصلني. المشهد الاقتصادي الحالي: السوق المصري مضغوط بشكل غير طبيعي. الدولار الرسمي في البنوك طالع لفوق وبقى بيتراوح من 48 جنيه ل 48 جنيه فاصل 50 قرش، 60 قرش، 12 قرش، يعني في الطلوع طالع نازل. وزارة المالية رفعت كمان الدولار الجمركي لكام؟ ل 50 جنيه فاصل 31 قرش، وده رقم مرعب. الذهب المحلي بيكسر ارقام قياسيه، الناس حتى مش مصدقه. الدولار اللي معانا هنعمل فيه ايه؟ نبيعه؟ هنخسر. طب نعمل ايه؟ حضرتك ما تبيعش ولا تشتري ولا الدولار اللي معاك حوله لذهب وريح راسك. انت قلقان من اللي جاي. القرارات اللي جايه من البنك المركزي ممكن تكون حاسمه جدا. ممكن نشوف خفض جديد للفوائد. هتقول لي ليه؟ كمل بس معايا. القرارات دي تأثيرها على الناس لما الفايدة تنزل لحد 20%، الفلوس اللي هي في شهادات الادخار هتبدأ تخرج، والتضخم ماشي في اتجاه طالع، والدولار والذهب طالعين مع بعضهم لوحديهم. اسعار بقى الغاز الصناعي ارتفعت، وبالتالي المصانع زودت اسعار المنتجات، والناس في الشارع بدأت تحس بموجة غلاء جديدة. طب ايه حكاية الدولار الجمركي؟ ما هو ده بقى اللي جاي انا اكلمك فيه في فيديو النهاردة. الدولار الجمركي دلوقتي ورسميا ب 50 جنيه فاصل 31 قرش، وده اهم دولار في حياتنا اليومية. ليه؟ لانه بيتحاسب بيه المستورد اللي مدخل اي بضاعة داخل مصر: اكل، دواء، اعلاف حيوانات، خامات، انتاج، سلع اساسيه. ما كل ده بيجي بره من الدولار، حتى المواد الخام اللي بتيجي من بره بالدولار. يعني الفاتوره اللي كانت ب 100,000 دولار بقت بتدفع دلوقتي باكتر من 5 مليون جنيه. التاجر مش هيخسر، فبيرمي الحمل كله على المستهلك. النتيجة ايه بقى؟ ان اي منتج مستورد واي منتج محلي، طبعا مكونات جاية من بره، سعره هيولع. الذهب واصل نار في الطالع، عيار 21 دلوقتي قرب ل 6000 جنيه. السبب ان الدولار في مصر بيطلع، الذهب عالميا اصلا لوحده بيرتفع، وده بيخلي الناس تجري تشتري ذهب كتحويشه او ملاذ امن، يطمن يحط فلوسه في ذهب ويريح راسه. عندك كمان دلوقتي اظهر ان في تعدد لاسعار الدولار. كان في كومنت لاحد المتابعين بيقول لي ما هو لازم في حاجه تحصل قبل التعويم، تعويم كده، تعويم خبط لزق، دي مش مقتنع بيها. اهو يا باشا، زي ما حصل في التعويم اللي فات كان عندك اكتر من سعر للدولار. تعال بقى اما اقول لك. البنوك من 48 جنيه ل 48 ونص الدولار طالع نازل. الدولار الجمركي من 50 جنيه بقى رسمي 50 جنيه فاصل 31 قرش. التجار بيزودوا حتى 10 جنيه كتحوط.
يعني بيزود 10 جنيه فوق ال 50 جنيه كنوع من انواع التحوط لاي خسائر. يعني السلعه اللي المفروض سعرها 50 جنيه مثلا عند التاجر ممكن توصل ل 60 جنيه. اللي جاي اصعب. انا مش بسود لك الدنيا، انا بشرح لك. لان كانت في ناس كتير تقول لي انت الوحيد اللي بتقول في تعويم. اخ منك. طب ما هو انا جبت حاجه من عندي، دخلت اوضه النوم طلعت تقريرين جيت عرضتهم لحضرتك، الكلام اهو ورسمي. اللي جاي اصعب. الاستيراد هيبقى اغلى، الغلا في المعيشه هيزيد، الذهب ممكن يقفز قفزات جديده ولسه هيزيد، الركود فيه السوق مستمر بقاله شهور. الناس اللي هي بتوع اصحاب الاسواق الاجهزه الكهربائيه والحاجات دي، لان انا على صله بيهم، كلهم بتشتكي الموسم ده كان صعب جدا، في حاله ركود غير طبيعيه، قيمه الجنيه بتتاكل يوم بعد يوم. طب ايه اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه؟ التعويم اللي جاي احتمال كبير ان البنك المركزي المصري يروج لعمليه تعويم جديد للجنيه علشان يقفل الفجوه بين السوق الرسمي والسوق الموازي. ضغط صندوق النقد الدولي، ما انت برضو عندك صندوق النقد الدولي زنقك، ايه يلا هتعوم فيه هنشخلل، مش هتعوم ادينا قاعدين بقى مستنيينك. الصندوق بيضغط على الحكومه المصريه علشان تعمل اصلاحات قاسيه. الموازنه العامه مع كل استدانه جديده وطباعه فلوس التضخم بيزيد. حياه المواطن، اكل شرب دواء علاج، كل ده مرتبط بسعر الدولار، والدولار هيولع. يعني خلاصه المشهد يا عزيزي المواطن، احنا مش بنتكلم عن ارقام على ورق، احنا بنتكلم في حياتنا اليوميه اللي احنا بنعيشها. كيلو الخضار بكام، الاكل اللي احنا بنشتريه، جرام الذهب الناس اللي بتشتريه تتزين بيه والناس اللي بتحط فيه تحويشه عمرها، اسعار العربيات، فواتير كهرباء وغاز، كل ده هيتاثر. السؤال اللي لازم تساله لنفسك، هل الدولار هيقف عند ال 50 جنيه ولا ممكن نشوف قفزات تانية؟ ما انت عندك اهو الحكومه رسميا سجلت الدولار 50.31 قرش مع انه في البنك ب 48 وشويه. صح ولا ايه؟ ولا انا جبت لك كلام من عندي؟ هل الجنيه هيقدر يقف على رجليه من تاني؟ كل دي اسئله لازم نطرحها على نفسنا الايام اللي جايه. وبدام حضرتك وصلت معايا لنهايه الفيديو، قول لي ايه رايك؟ الكلام اللي انا قلته لحضرتك ده لما يبقى الدولار في البنك ب 48 جنيه وشويه والحكومه تثبت الدولار الجمركي ب 50 جنيه فاصل 31 قرش، انت شايف ايه؟ في تعويم ولا مفيش تعويم؟ ولا احنا بنطلع نقول اي حاجه كده وبنخبط اي حاجه للناس؟ قول لي رايك تحت في الكومنت، وما تنساش انك تدعمني بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى حصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.